يا مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عندنا آه الفلفل الحار او الشطه زي ما بنقول عليها، على حسب ما بتسموها بقى. خطيره اوي جميله اوي، وهنفرز منها كميه لان انا لقيتها متوفره بكثره يعني. الموسم بتاعها اليومين دول ومتوفره كتير جدا، فانا قررت ان اشتري 4 كيلو. طبعا الكميه اللي قدامكم دي كميه كبيره مش صغيره. المصفى اللي انا حاطه فيها دي مصفى ألمونيوم كبيره، فشايله ال4 كيلو بحالهم. كل اللي انا عملته ان انا مسكتهم غسلتهم وشلت البوز اللي قدام ده او الحاجه دي اللي قدام دي. شلتها علشان خاطر اعرف ان انا افرمهم، لانها مش بتتفرم. لما بتيجي تفرمي مش بتتفرم. الشطة دي حادة جدا او حارة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا غسلتها من بالليل وسبتها. طبعا مش لازم انت تغسليها من بالليل وتسيبها لحد الصبح، انت ممكن تغسليها وتشتغلي فيها على طول، مفيش اي مشكلة. انا عندي الشطة حمرا وخضرا، انا جايبة 2 كيلو احمر و2 اخضر، لان بحب ترابط الوانها جدا مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى الالوان تحفة. احسن طبعا ما بتبقى حمرا خالص او خضرا خالص. ببدأ كده افرمها في الكبة علشان خاطر تتطحن ناعم خالص. وطبعا انا بحب بفرزها زيها زي اي حاجة بتتفرز. انا بفرزها لان هي طبعا مش بتبوظ، لانها بحطها في الفريزر بتتن معايا مش 6 شهور بس، والله بالعكس بتتن سنة بحالها. اصلا ما بتجمدش، هي بتبقى في الفريزر بتتحفظ وتبقى كويسة بس ما بتجمدش. الكمية ال4 كيلو اللي انا عملتهم دول، طبعا دول مش خزين السنة دولت، كمية بسيطة. ولكن انا هخزن كمان او هفرز كمان، لان هي بالنسبة لي انا بعمل بها اكلات كتير جدا. بحطها على الفول، على البتنجان، على البطاطس المحمرة، وبحطها كمان على السمك المقلي او المحمر. بحطها في تتبيلات الفراخ، بحطها في كذا وصفة يعني، انا شغالة بها كتير. بس اهم حاجة ما تطحنهاش ناعمة جدا. شايفين انتوا خشنة خالص اهي، شكلها تحفة. طبعا ما تحطيش الملح من الاول، عشان لو حطيتيه من الاول بيخليها تنعم جدا وتكون عاملة شبه عصير الطماطم كده. فانا مش بحطها من الاول، انا بحط معلقة ملح واحدة بس على كل كبة من دول يعني. انا هعملهم على كذا مرة او على كذا، مش هعملهم على كبة واحدة، هعملهم على كذا كبة عشان الكمية ما شاء الله تبارك الله كبيرة. فكل كبة من دول هعملها هحط عليها معلقة كبيرة من الملح. يعني ال4 كيلو قول هناخده مثلا 4 معالق كبير ملح، 4 معالق كبيرة ملح. وبنشوف بقى علبة من علب التلاجة زي دي محكمة الغلق طبعا، عشان ريحتها ما تتلفش حاجة في الفريزر، او اكياس تلاجة. مفيش اي مشكلة، اي حاجة عندك متوفرة بتحب تخزني فيها خزني فيها. بالنسبة لبذور الفلفل اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة، الفلفل انا مش بشيل بذوره لان هي مادة حفظ. او الفلفل او الشطة الحراقة دي، لان الشطة دي مادة حفظ. فانا هنا بقول لكم انا هروح اعمل الكمية كلها واجيلكم. وبكده خلصنا، انا سبت شوية هنعملهم دلوقتي الاستعمال على طول. بس شوفوا زي ما انتوا شايفين، مفرطة ولا حطينا زيت ولا حطينا اي حاجة، هي بس انفرمت مع معلقتين ملح وخلاص. اللي هنعملها بقى البتنجان اللي احنا نبدأ نستخدمها في المطبخ على طول. ادي معايا راس توم كبيرة او راس ونص على حسب، ومعايا دي معلقة ملح اهي كبيرة هرمية، وكمان واحدة كده معلقتين ملح كبار ما شاء الله. وهنبدأ بقى هنا، معلش انا فلاش الموبايل قفل مني وانا بصور، بس مش مشكلة ولا يهمنا. طبعا انا ما شفتوش بصراحة، عشان ما اخبيش عليكم انا ما شفتوش، انا كنت مشغولة في التصوير وكنت فاكراه بيصور كويس زي ما انا ظبطاه في اول الفيديو. بس خلاص يعني بعتذر لكم عن اللي حصل او عن الضوء يعني. وكده فرمنا هنا، ما عملناش حاجة غير حطينا فص توم وكترنا الملح شوية وفرمناها كويس جدا. طبعا عايزة تحطي زيت نباتي مفيش مشكلة، عايزة تحطي اي حاجة، خل، ليمون، اللي انت بتفضليه وبتحبيه حطيه. ولكن انا مش بحب احط الحاجات دي، انا بحب افرم الشطة كده مع راس توم واللي انا هفرزها في الفريزر او هحطها في الفريزر. انا مش هحط عليها توم، انا هحط عليها معلقتين ملح بس عشان الحفظ. والتانية دي بقى هحط عليها زيت زيتون.